في عالم مليان أسئلة عن الصحة والعلوم ظهر واحد من أعظم العقول. عقل قدر يجمع بين الملاحظة الدقيقة والتجربة العملية، خلى الناس تفهم الطب والصيدلة والكيمياء بطريقة علمية بسيطة محدش عارفها قبل كده. أبو بكر الرازي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقة النهاردة من سلسلة من الشرق للغرب العرب رواد الحضارة هنتكلم عن حياة أبو بكر الرازي. هنكتشف الطرق اللي اتبعها في الطب والصيدلة والكيمياء، ونعرف ليه كتبه لسه مرجع مهم لأي حد مهتم بالعلوم الطبية لغاية دلوقتي. الرازي ما كانش طبيب عادي، كان ملاحظ دقيق لكل حالة مريض، قادر يفرق بين الأمراض اللي كانت متشابهة زي الجدري والحصبة، ويسجل كل التفاصيل بدقة. حتى في المستشفى اللي اشتغل فيها طور نظام سجلات لكل مريض وسجل كل ملاحظاته السريرية، وده خلاه من أوائل الأطباء اللي طبقوا أسلوب علمي صارم في التشخيص والعلاج. لكن الرازي ما اكتفاش بالطب، كان صيدلي عملي في نفس الوقت. حضر الأدوية من الأعشاب والمعادن، اختبرها على المرضى، سجل التأثيرات الجانبية، وده قريب جدا من المفهوم المعروف دلوقتي باسم مراقبة تأثير الأدوية. واستخدم مواد زي الكحول والزئبق والكبريت والأملاح المعدنية، وطبق طرق تحضير متقدمة زي التقطير والتبلور والاستخلاص. وبكده قدر يربط بين الكيمياء والصيدلة والطب بطريقة عملية وعلمية خلت خبرته تنتقل للأجيال اللي بعده. الرازي كمان كان كيميائي رائد، درس خصائص المواد وصنف المعادن والمواد الكيميائية، ركز على التجربة العملية بدل من الفلسفة النظرية، وربط بين الكيمياء والطب والصيدلة زي ما قلنا. دون كل تجاربه في الكتب اللي خلته مؤثر جدا على العلماء اللي جم بعده، وخصوصا في أوروبا. الرازي كتب كتب كتير جدا، من أهم أعماله كتاب الحاوي والمنصوري. كتاب الحاوي موسوعة طبية ضخمة، مش مجرد كتاب، ده كنز علمي لكل حاجة بتتعلق بالأمراض، التشخيص، الأدوية، المراهم، الغذاء، وكل الملاحظات اللي جمعها الرازي من مرضاه وتجربته. لما تقرأ كتاب الحاوي بتحس إنك ماشي جنب الرازي وهو بيراقب الأعراض، يسجل كل التفاصيل من أول العلامات البسيطة لحد المضاعفات الخطيرة. كل وصف للمرض، كل علاج، وكل نصيحة سريرية موجودة بدقة متناهية، وده خلاه مرجع لكل طبيب أو دارس عايز معرفة شاملة وعميقة. أما بالنسبة لكتاب المنصوري فهو كتاب عملي أكتر، يعني مختصر ومباشر، بيحتوي على الأدوية الأكثر استخداما، طرق تحضيرها، جرعاتها العملية. الكتاب ده كان بمثابة أداة للطبيب العملي اللي محتاج دليل سريع في العلاج اليومي من غير ما يغرق في أي تفاصيل يقدر يلجأ له. فالفرق بين الكتابين واضح، الفرق بينهم ما كانش مجرد الحجم لكن كمان في الهدف والأسلوب. كتاب الحاوي تقدر تغرق فيه في المعرفة الشاملة للمراجعة والدراسة، أما كتاب المنصوري للدليل العملي السريع والتطبيق اليومي. لما تفكر فيهم الاتنين مع بعض هتحس بعبقرية الرازي، قدر يجمع بين الموسوعة العلمية الكاملة والدليل العملي اليومي، وده سر الاستمرارية بتاع تأثيره لغاية دلوقتي. الرازي ما كانش مجرد طبيب وصيدلي وكيميائي، لكنه كمان كان فيلسوف عقلاني، شجع الاستدلال العقلي بدل التقليد الأعمى، كتب عن المنطق والأخلاق والتفكير النقدي. أبو بكر الرازي عقل متقد، طبيب عملي، صيدلي مبدع، وكيميائي رائد، ودليل على انتقال الحضارة من الشرق للغرب. جمع بين التجربة والملاحظة والمنهج العلمي، كتب موسوعات أثرت في الحضارة الإسلامية والأوروبية لقرون. كل اللي احنا قلناه ده مجرد لمحة بسيطة عن حياة وعلم أبو بكر الرازي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.